السلام عليكم البنات، الزول في الله وانتم واش راكم واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. نبداو الفيديو تاع اليوم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ان شاء الله كل ما نجي نطلع لكم فيديو جديده نلقاكم تانيين وصحتكم تكون مليحه. اول حاجه حابه نرحب بالمشتركات توعي، سواء المشتركات القدام ولا المشتركات الجداد اللي انضموا لينا. نقول لكم الف مرحبا بكم خياتي، شرفتوني ونورتوني. ولي اول مره تشوف قناتي واش نقول لك اختي حبيبتي، ان شاء الله تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس هكذا يوصلكم كل جديد من عندي. اليوم راني جيتكم فيديو بزاف هايل يا البنات، معمر بالتحفيز والنشاط والقفازه والحداقه يا خياتي. والمهم كملوا الفيديو للاخير، رايحين تشوفوا كامل واش رايحين نشارك معاكم في الفيديو تاع اليوم. كيما راكم تشوفوا بعد اهمال مدة طويلة لشامبرتي يا خياتي، اليوم عولت لها قلت اليوم دالتك انتيا لازم نمسحها نفضها ونبدل لها الديكور هكذا باش نحس بالراحة النفسية يا البنات. المهم اول حاجة اللي بديت فيها بديت نمسحها ومن بعد نسيق. المهم يا البنات كملوا للاخير، رايحين نشوفوا كيفاه بدلت لها الديكور. بدت لي صراحة الراحة النفسية، الطاقة الايجابية هذيك اللي كنت نحوز عليها. المهم نكملوا الفيديو تاع اليوم يمشي، وحابه نهضر معاكم في واحد الموضوع كانت طرحت عليا واحد المتتبعه. هذا الموضوع كاين بزاف الناس يشكوا ويقول لك المصروف ما يكفينيش، الشهر ما يكملش، الدراهم تروح بلا ما نحسوا. اليوم ان شاء الله نهضروا على كيفاش نقتصوا في المصروف تاع الدار بطرق بسيطه بلا حرمان بلا تعب. الى راكي انتي تعاني من نفس المشكل خلي الفيديو يكمل لك للاخير ورايحه تستفادي يا الحبيبات التوعي. خليني نهضر معكم بكل صراحة. أول حاجة لازم نفهموها هي أنه المشكل ماشي دايما في قلة الدراهم، أحيانا المشكل في طريقة التصرف، كيفاه يعني نمشيو هذاك الدراهم. في بعض الأحيان تلقاونا رانا نضيعوهم في أشياء تافهة، مشتريات كل يوم، الماكلة دايما نشريوها برا رغم أنها غير صحية لينا وعلى بالنا راهي مضرة لينا وهكذا رانا نشريوها. وثانيك يا البنات الشراء بلا تخطيط، تروحوا تقضيوا ولا اي حاجه تشريوها بلا ما تخططوا لها، حاجه صغيره هنا حاجه صغيره لهيها وفي الاخير نلقاو رواحنا صفر. لو كان ما نحرزوش على دراهمنا اكيد رايحين يخلصوا بلا ما يكون على بالنا وين راحوا. كيما يقولوا دراهم كيما الماء، الا ما حبسناهمش رايحين يهربوا. اكبر سر في الاقتصاد هو التخطيط، كتابه مصاريف الشهر. كل ما تجيك هذيك المصيرفه هذيك الشهريه حاولي انك ديري هذيك القائمه. جربي حاجه بسيطه قبل ما تخرجي للسوق، كتبي واش راكي تحتاجي تجيبيها، على خاطر كي تدخلي بلا قائمه عينيك هما اللي يشرو ماشي عقلك. وثاني حاجه تقسيم الدخل للضروريات ومن بعد حتى كيجيو الثانويات. بار اكزومبل ديري لاصوم للكرا اللي راهي كاريه اكيد، ولا ثاني ديري لاصوم للتريسيتي والماء والغاز، وديري لاصوم للماكله. هذو ما نلعبوش بهم، من بعد نشوفوا الباقي الحوايج اللي يجيو ثانويات هما الاخرين. جربي تكتبي مصروفك ورايحه يعني تتفاجئي من النتيجه هذه عن تجربه يا خياتي العزاز. وثاني كنا نلقاو اكبر نسبه من المصروف راهي تروح غير في الماكله. بار اكزومبل الاطياب لازم في الدار، لا نروحو نكلفوا ارواحنا نجيبوا الماكله برا، هي راه كيما على بالنا راهي مضره للصحه، راهي ماهيش مليحه لينا وهكذاك رانا نشريوها. وثاني حاجه ديري كيما قلت كم قائمه قبل ما تروحي تتسوقي، وما نرموش الماكله يا الحبيبات التوعي، على خاطر كاينين اللي يطيب قدور كبار النص يتكل والنص يترمى. هذا ماشي اقتصاد وهذا تبذير وحرام علينا. كي يقعد الصباح نورمال عادي ما تروحيش ترميه، ديريه في الفريجيدير خبيه، ما راح يصرى له والو. الغدوه جبديه تتغداو به، سينو زيدي لها حاجه صغيره ولا حاجه جديده راح تولي اكله جديده تتغداو بها تكون ما شاء الله. هكذا تحافظي على جيبك وجيب الزوج تاعك يا الحبيبات التوعي. وثانيك نقول لكم الاقتصاد ماهيش مسؤوليه تاع شخص واحد برك، ماشي تاع الاولاد ولا تاع الزوج ولا تاع الزوجه، لا المسؤوليه تاع العائله كامله. هذيك الناس اللي راهم ساكنين كامل في الدار هذيك راهم مسؤولين على هذا الشيء. كي تكون العائله كامله واعيه النتيجه رايحه تكون واضحه. بار اكزومبل كي تكونوا هكذا قاعدين
في الصالون، لا تخليو الضو ملهيها شاعلة، روحي طفيوها، راهي هذا تبذير. باغ اكزومبل التلفزيون ولا الأجهزة الكهربائية اللي ماكيش تستعمليها، روحي طفيها، هكذا باش تحافظي على الاقتصاد تاعك. كيما على بالنا يا الحبيبات التواعي، الاقتصاد لازم يتعلم ماشي لازم يتفرض، هذه هي يعني النظرة تاعي. والاقتصاد ما يعنيش الحرمة، يعني الوعي. ابداي بخطوة صغيرة، واليوم قبل الغدوة تشوفي الفرق كبير كبير. اذا عجبك لا فيديو ديري لايك، اشتراك في القناة، وخلي تعليق. واش اكثر حاجة تصرف لك الدراهم بلا ما تحسي يا الحبيبات تاوعي. ان شاء الله مديت لكم بعض النقاط على الاقتصاد، وكيفاه تقدروا تقتصدوا، وكيفاه تقدروا تمشيوا حتى يخلص الشهر بدون ديون، بدون ضغوطات، بدون مشاكل. وهذيك الشهرية سواء قليلة ولا كبيرة رايحة تفيدكم، يعني تكمل لكم الشهر. امشي على حساب الشهرية تاع الزوجة تاعك ولا شهريتك انتيا، ما تتكلفوش رواحكم على حوايج نتوما الله غالب ما تقدروش. المهم نوليو لا فيديو تاعنا ونزيدو من بعد تيك نزيدو نشيخو في هذا الموضوع. كيما راكم تشوفوه هاوليك بعد ما سيقتها كامل شامبرتي، غسلت الطاقه، درت الغاوي، درت هذاك التزرزيق، درت هذاك. المهم بريت قلبي كامل، الطاقه السلبيه هذيك اللي كانت عندي خرجتها كامل اليوم في شامبرتي. المهم نظفتها كما يقولوا يا محلاها نقى، يا لو كان يبقى يا البنات كي تبدلي هكذا حاجه من بلاصه للبلاصه رايحه يعني تتغيري نتيا نفسيا، رايحه هذيك تشوفي الطاقه الايجابيه دخلت لدارك. هذه هي ربي يقدرنا، ربي يعيننا في ان نقدروا على مسؤوليتنا ونخدموا ديارنا وليداتنا وعائلتنا يا رب العالمين. ولهنايا الغداء اكيد كان خفيف ظريف بعد ما ضربت هذيك التدويشه، بعد ما سيقت على خاطر كي غسلت الطاقه هذيك وشللتها وقعدت شمها اختي يا البنات. المهم اكيد بعد هذاك تزرزيق وكاع لازم نضربوا هذيك التحميمه باه نحسوا روح واحدنا خفاف. هذه هي. رحت للكوزينه كما قلت لكم، وجدت حاجه خفيفه ظريفه، ربي دوما نعمه ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. بعد ما كملت الغداء كنت اصلا شعلت الماشينه، غسلت حوايج تاع بني الخطره هذه سراولو كامل وسخهم لي، كل ما يروح يقرا يجي موسخ. كما على بالكم تسمعنا هذه المطر وهما ذر على بالكم كيف راهم يلعبوا كل شيء. المهم كل يوم راني نبدلو، اليوم لميتهم كامل غسلتهم وجيت لهنايا نطبق ونخبيهم. هذه هي البنات انا الطريقه تاعي، تطبق تاع القش هو اللي نخليه الاخر كي يكون عندي الوقت، هاوليك نوض نطبقهم ونخبيهم، سينو نخليهم حتى الليل ونطبقهم. ولكن يا البنات ماشي تروحوا توصلوه وتنحيو تعرموا في الكوينه، تعرموا حتى كي تجيو تطبقوا تكرهوا حياتكم في هذاك التطبيق. كيما على بالنا التطبيق راه يفشل، راه انا من الناس اللي راني نكره التطبيق صراحه يا البنات. ولكن لازم ننظموا وقتنا، نعرفوا كيفاه نمشيو برك للوقت هذا ما كان. وهكذا رايحه تفوتي نهارك بلا تعب بلا ضغوطات بلا التقلاق. هذه هي يا البنات، ماشي تروحي تهمبريه كل شيء في نهار واحد، تخدمي كل شيء في نهار واحد كي يطيح الليل كل حاجه يسطر فيك مكان مداك يا الحبيبات السواعي. على خاطر الصحه هي الصح، كي تروح صحتك خلاص عليك. يبقى حافظي على صحتك، هي اولى على كل شيء يا البنات. المهم اي وحده لحقت لي لهنايا مازال ما دارت ليش الجيم حبيبتي، نتمنى منك انك تخلي لي البصمه تاعك في اللايك والاشتراك في القناه، وتبارطاجيو القناه مع الاحباب والاصدقاء والجيران والناس اللي تعرفوهم واللي تحبوهم. كي تقعدوا تشيخوا هكذا كلمه تجيب خطها قولوها ولي كاينه هذه القناه نبارطاجيها لك، اشتركي وعرفيها عليا هكذا ان شاء الله تكون في ميزانات حسناتكم يا رب العالمين. يا خياتي العزيز على خاطر راني انا نحاول نجيب لكم غير الطاقه الايجابيه، نحاول اني نشارك معاكم غير اليوميات تاعي البسيطه، ني زوخ ني فوخ ني تصنع ولا شيء يا البنات. لهنايا بعد ما كملت طباق اكيد كان شيخي وصيته جاب لي الزبده هذه، رايحه نشارك معاكم طريقه اللي راني نوجد الزبده اللي راهي تريح. كل منطقه سبحان الله باه معروفه، كيما احنا القبايل رانا معروفين بزيت الزيتون، رانا احنا ندهنوا طعام ولا اي حاجه بزيت الزيتون، ولا كي جيت لهنايا لقيتهم يدهنوا بالزبده هذه اللي تريح. راهي المبلغ تاعها الحق 130,000. ولهنايا جبت الماء لازم يكون ماء بارد، شللت فيها هذه الزبده على خاطر كاينين نهارات تجي الزبده فيها هذيك
البن وكاع. ولكن الخطرة هذه الزبدة اللي جابها لي نظيفة ما شاء الله، كي غسلتها المهم الماء قعد نظيف. دوك يعني تشوفوا بعينكم شللتها غير مرة واحدة، هذا ما كان، وراني نحاول اني نعصرها مليح وندخلها الماء هذاك باه تشلل مليح مليح. على كل حال كما قلت لكم، قالت لي عجوزتي مع الاول، هي درتها قبلي، قالت لي جات نظيفة ما كان لا تشليها، ولكن اختكم خافت فيها زبدة ولا هكذا. المهم هكذا نحيت الشك عليا، شللتها كما راكم تشوفوا. المهم نعبص فيها ونعاود لهنايا كي لقيت الماء تاعها نظيف كما راكم تشوفوا، كما حطيته كما قعدت سيحته. ولهنايا قطرتها مليح مليح من الماء هذاك، جيت ندير لها الملح، درت لها مغارفة تقريبا ونص تاع الملح، ونعاود نعجنها بيديا هكذاك باه يذوب الملح هذاك، وندخل الملح هذاك داخل الزبده هذه ونحطها من بعد داخل الباطه ونخليها لمده 15 يوم هكذاك تبدا تريح معايا. بعد ما تريح يا البنات نمد لكم واحد الطريقه اللي تزيد تخليكم تبنن لكم هذه الزبده تاع البقره اللي تريح يا البنات. عاودوا غليوها باه تنحيو الرغوه هذيك، بالك تكون الرغوه تاع اللبن هذاك اللي فيها ولا هكذا يا البنات، لازم تنحيوها بالمغرفه، لازم تخليو الزبده تاعكم نظيفة. هي رايحة تكون ما شاء الله. يا خياتي العزاز، هذه هي الطريقة تاعي انايا في تحضير الزبدة تاع البقرة اللي راهي تريح. على بالي كاينين اللي ما يعرفوش يخدموها، حتى انا ما كنتش نعرف نخدمها، ولكن كي جيت عندهم خلاص تعلمتها، زدتها عليهم. قلت لكم نوليو للموضوع تاعنا. كي تكون الشهرية قليلة اكيد تمشي على حسب الشهرية تاعك القليلة، ولكن الشهرية تاعك كبيرة اكيد ثانيك رايحة تمشي بالشهرية تاعك الكبيرة، وتحاولي انك ديري ادخار بعد ما تكون الشهرية تاعك كبيرة. هذه هي النصيحة تاعكم. هاوليك كيف خرجت لي الزبدة هذيك يا البنات. المهم لحقنا لنهاية الفيديو، واش نقول لكم؟ تهلاو في روحتكم، مع السلامة، الى الملتقى ان شاء الله.